السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ميجا ستور. اللابتوب اللي معانا النهاردة لابتوب جامد جدا، ناس كتير بتحبه. التواجد بتاعه في السوق مش كتير قوي، بيتسحب على طول اول ما بينزل. لابتوب فيه كارت شاشة خارجي 4 جيجا، شكله حلو، معدن بالكامل، وكمان رفيع وفيه مروحتين. اللابتوب اللي معانا النهاردة اسمه ديل بريزيشن 5520 اي 7 جيل سادس، برامات 16 جيجا، والاس اس دي بتاعه 512 جيجا. اللابتوب شكله حلو طبعا، غني عن التعريف. في الفئة السعرية المطلوبة قوي اللي هي بين 15000 وبين 20000، ودي فئه مطلوبه جدا. الفئه دي حاجه تكون اتش كيو، وكارت الشاشه بتاعها يكون خارجي بحجم 4 جيجا، وكمان شكلها حلو، والشاشه بتاعتها فريمليس. بس قبل ما ابدا بالحلقه ما تنساش تدعمني باللايك الجميل بتاعك، وكمان السبسكرايب عشان تدعمني اقدم لك محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات الاستيراد خارج. من غير ما نرغي كتير، يلا نبدا بالفيديو على طول. اول حاجه هنبدا بيها هو التصميم وشكل اللابتوب. شكل اللابتوب زي ما انت شايف كده معدن بالكامل، اللون بتاعه فضي، مش عادي شركه ديل. شركه ديل دايما بتنزل اللون الاسود، طبعا اللون بتاعه من كتر جماله بيضرب في الكاميرا زي ما انت شايف كده. الفريم بتاعه كله من المعدن ما عدا الحته دي بتبقى كربون فايبر زي ما انت شايف كده، دي كلها كربون فايبر. والفريم البلاستيك بتاع الشاشه، والشاشه زي ما انت شايف كده فريمليس بدون حواف، كلها بدون حواف، مفيش بس غير الحته دي اللي حوافها كبيره. الكاميرا بتاعته من تحت عشان طبعا المكان صغير فوق، فعملوا الكاميرا بتاعته من تحت. الجهاز زي ما انت شايف كده معدن بالكامل من هنا، والظهر بتاعه برده معدن. فتحات التهويه بتاعته من هنا من ورا الشاشه، ده برده مروحتين، برده في مروحتين من جوه، بس طبعا مروحتين صغيرين مش كبار. في طبعا كل المخارج والمداخل دي برده هنشرحها في الحلقه بتاعتنا. اللابتوب طبعا نازل بشاشه 15.6 فول اتش دي اي بي اس، الوانها برده كويسه. في منه نسخ بتنزل بشاشه 4K، الشاشه اللي معانا النهارده فول اتش دي اي بي اس. وكمان نازل بكيبورد هاف، اللي هو الكيبورد مش كامل، ما فيهوش ارقام في الجنب. كمان الكيبورد بتاعه باك لايت، يعني ينفع تحفر عليه ليزر بدل الستيكر اللي بيبقى شكله مش حلو. الكيبوردات الباك لايت دي بتبقى سهله في حفر الليزر، بيبقى الحفر بتاعها باين. لو انت حابب تضيف مثلا لغه عربيه عليها، هتلاقي العربي والانجليش بينوروا، احسن ما تركب ستيكر وتلاقي اللايت بتاع الكيبورد مش شغال سواء انجليش او عربي. وسماعاته من تحت، السماعات بتاعت اللابتوب من تحت، والتاتش باد بتاعته الزراير بتاعتها من تحت. دي طبعا حاجه كويسه جدا، انا بحبها في معظم اللابتوبات اللي ما فيهاش زراير، بيبقى شكلها عصري شويه مش شكلها قديم. وزرار الباور بتاعه من فوق هنا، ده بتشغل بيه اللابتوب. الحته دي كلها من الكربون فايبر، مش معدن زي بقيه اللابتوب. ودي برضه عشان تخفف وزن اللابتوب ويدي لك احساس بالملمس الناعم اللي هو مش ساقع زي المعدن. نيجي بقى للمداخل والمخارج بتاعه اللابتوب ده. هتلاقي هنا مخرج اس دي كارد، وده بتاع كروت الميموري، الناس اللي بتصور ومعاها كاميرات بروفيشنال. كارت الميموري بتركب هنا تقرا معاك على طول. ومكان لليو اس بي 3، وده يو اس بي سريع جدا، يو اس بي 3. وكمان في زرار هنا بيبين شحن البطاريه قد ايه، بتدوس هنا بيبين لك كل شرطه، بيبين لك البطاريه فيها قد ايه. لو لفيت اللابتوب من ورا مش هتلاقي اي حاجه، ولا حتى كلمه بريزيشن شبه بقيه اللابات، مكتوبه من هنا بس ديل بريزيشن 5520. ودي فتحات التهويه، طبعا فتحات صغيره جدا انت مش هتشوفها لانها بتبقى موجوده ورا المسطره بتاعه الشاشه. لو لفيت اللابتوب من الجنب هنا كمان هتلاقي مكان الشحن بتاعه، ده مكان شحن ديل نيو بيقولوا عليه كده، ديل نيو. وكمان في يو اس بي 3 و اتش دي ام اي لو عايز تعرض على تلفزيون كبير. وفي تايب سي كمان ممكن تشحن بيه اللابتوب او تشغله كداتا. وفي مخرج جاك 2.5، ده مخرج سماعه لو عايز توصل سماعه خارجيه. وكمان هنا السماعات بتاعته زي ما قلنا، السماعات من تحت سماعات عاليه جدا، ودي برده مش بنصح ان انت تشغلها باعلى كفاءه عشان برده تعيش معاك. ودي برده فتحه تهويه من تحت كده زي ما انت شايف، ما شاء الله فتحه كبيره جدا عشان تهوي برده على اللابتوب. ودي الكاوتشات بتاعته عشان لو انت حاطه على مكتب او حاجه ما يروحش ويجي معاك تمسك اللابتوب. الشاحن بتاع اللابتوب ده بيجي بشاحن 130 واط، طبعا ديل نيو اللي هو الشكل الجديد مش الشكل القديم. وطبعا الشكل ده نزل من فتره، وبرده شغالين عليه على اللابتوبات الجديده دلوقتي اللي هي البيزنس، اللي هي اللابتوبات اللي مش غاليه. اللابتوبات اللي غاليه طبعا بتنزل بشواحن 130 و180 واط زي الجيمنج والحاجات دي، وده طبعا مش هيأثر عليه خالص لو انت جبت شاحن بكونفرت سواء 130 واط او 180 واط بكونفرت الديل اللي هو بيركب. الكونفرت ده ثمنه حوالي 75 جنيه، والشاحن بتاعه ده موجود في اي وقت، مش شرط تجيب السوكت اللي هو الرفيع ده، عشان لو حتى نادر او حتى انت مش لاقيه الشاحن ده برده مش هيأثر معاك. ودلوقتي جه ميعادنا اننا نشوف مواصفات اللابتوب من جوه، بروسيسور ايه ورامات ايه والكارت الشاشه بتاعه ايه. بس قبل ما اقول لك المواصفات بتاعه اللابتوب ما تنساش تدعمني باللايك الجميل بتاعك والاشتراك، عشان انا بقدم لك محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات الاستيراد خارج. وطبعا زي ما عودتكم عشان نجيب مواصفات اللابتوب باسرع ما يمكن، هندوس ويندوز واكس وبعدين حرف التي، هيطلع لنا قائمه اسمها تاسك مانجر، هنختار منها بيرفورمانس دي بتجيب لك مواصفات اللابتوب بالتفصيل. اول حاجه هتدخل عليها هي سي بي يو، هيجي لك هنا انتل كور اي 7 6820 اتش كيو، ده 2.7 جيجا هرتز، طبعا بيوصل ل 3.5 و4 جيجا هرتز. هتبص هنا على مواصفات البروسيسور، هتلاقي هنا 4 كور و8 ميجا كاش، وده بروسيسور قوي جدا.
جدا في الريندر وكمان تشغيل الالعاب. وطبعا بروسيسور مشهور بين الفئه المتوسطه، الناس كلها بتحب فئه الاتش كيو وما بتحبش فئه اليو. نيجي هنا بقى للرامات، هنلاقي الرامات هنا ميموري 16 جيجا دي 2400 دي السرعه بتاعتها. السلوت بتاعها 1 اوف 2 يعني هو في بنكين رامات، والرامه اللي راكبه حته واحده 16 جيجا، يعني ممكن تضيف كمان رامه 16 يبقى حجم الرام بتاعته 32. هنجيب هنا هنلاقي اس اس دي بتاعه ان في ام اي توشيبا، ده هارد توشيبا طبعا ما بيجيش جديد هنا، ده لازم يجي استيراد خارج. مفيش هاردات جديده بتيجي من الصين اسمها توشيبا، كلها كروشال وكينجستون وسامسونج، انما التوشيبا ده لازم يجي استيراد خارج، وده هارد محترم جدا ومشهور برده. ندخل بقى هنا على الجي بي يو، هنلاقي انتل جرافيك 530 دي الفيجا الانتل، دي الفيجا المدمجه اللي هي بتيجي مع البروسيسور، طبعا تشغيل الفوتوشوب والالعاب الخفيفه وكمان تشغيل الافلام، وعايز تتفرج على اليوتيوب تتفرج على اي حاجه او تصفح، دي الفيجا المخصصه للشغل الخفيف. نيجي بقى للفيجا الثانيه اسمها انفيديا كوادرو ام 1200، ودي بحجم 4 جيجا اساسي، وبتوصل مع الشير ميموري الى 8 جيجا، بس الاساسي بتاعها 4 جيجا من نوع دي درام 5 اسمها انفيديا كوادرو ام 1200، وده كارت كويس جدا في الريندر وتشغيل البرامج الهندسيه الثقيله، هيقدم معاك كويس مع البروسيسور والرامات 16 جيجا. ودلوقتي جه ميعادنا ان نفتح اللابتوب من جوه ونشوف في كام بنك للرامات وبيشيل كام هارد وشكل البطاريه بتاعته عامل ازاي وشكل التبريد بتاعه عامل ازاي. بس قبل ما نفتح اللابتوب من جوه ما تنساش تدعمني باللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب عشان تساعدني اقدم لك محتوى كويس يليق بيك. هتلاقيني بقدم لك كمان كل موديلات الاستيراد خارج بالترتيب واحد واحد او حسب ما يجي الدور عليه، فما تنساش تتابعني وتدعمني باللايك الجميل بتاعك. ويلا بينا نفتح اللابتوب من جوه ونشوف في ايه. هنعمل شات داون، والشات داون السريع بتاعنا هيبقى ويندوز واكس وبعد كده يو هيعمل لك اسرع شات داون زي ما انت شايف كده، هتلاقي اللابتوب طفى بسرعه جدا. هنقفل اللابتوب كده ونقلبه على ظهره. طبعا المفك بتاع اللابتوب ده بيبقى نجمه صغير جدا، وخلي بالك على المسامير لو انت حابب تفك اللابتوب، هو فك اللابتوب سهل جدا، اهم حاجه تجيب نسخه المفك بتاع المسامير دي عشان ما تبريهاش بتبقى صعبه في الفك. هنفك كده بسم الله. في حاجه بقى عاملينها في اللابتوب ده غريبه جدا، ان انت لو رفعت الغطا ده كده هتلاقي فيه مسمارين صليبه، ده غير المسامير النجمه، فحاول ما ترفعش الغطا غير لما تتاكد ان دول مفتوحين. هتجيب الغطا ده كده وتلف دول كده، دول اللي بيمسكوا الكفر برده من النص، ويا سيدي بكل سهوله ترفع المسمارين كده، وبكل سهوله هتعمل كده للغطا هتلاقيه اتشال معاك من الناحيه دي كده. تعمل كده يا ريس بسم الله. كده بقى. بص عندنا هنا نسخه من اللابتوب ده، اللابتوب ده بينزل منه بطاريات كبيره لو انت مش حابب تركب هارد خارجي، طبعا حسب النسخه اللي نازله معانا، انا ما كنتش عارف انها البطاريه القصيره، في منها بتنزل بطاريات كبيره اسمها 97 واط، دي بطاريه كبيره جدا، ودي انت ما تقدرش تضيف فيها هارد كمان اتش دي دي. في ناس ممكن تركب اس اس دي قديم او تركب اتش دي دي قديم زي ما هي عايزه في الحته دي عن طريق فلاته صغيره، ودي موجوده كتير جدا سهله، هتلاقيها ب 150 جنيه يعني مش غاليه. دي البطاريه القصيره بتقعد وقت اقل شويه، او على حسب برضو حاله البطاريه، ممكن تكون كبيره ما بتقعدش وقت وممكن تكون صغيره او بتقعد وقت، فانت على حسب انت محتاج اتش دي دي او لا، او على حسب النسخه اللي انت بتشتريها اذا كانت بطاريه قصيره او كبيره، او على حسب المستورد جايبها منين. ده هتلاقي هنا الاس اس دي بتاعه بحجم 512 جيجا، والرامات سبحان الله مكتوب عليها ديل اهي زي ما انت شايف كده، قطعه واحده ممكن تركب قطعه كمان 16 جيجا، يعني اللابتوب ممكن يشتغل برامات 32 جيجا فعلي، وممكن ده تركب هارد خارجي كمان هنا، يعني هاردين ورامتين الواحده 16. كمان هتلاقي هنا مروحتين للتبريد، واحده للفيجا وواحده للبروسيسور، دي مسؤوله عن الفيجا لما بتحس ان الفيجا محتاجه تبريد بتشتغل، ودي برده نفس الكلام فيها سنسور لما البروسيسور بيحتاج تبريد بتشتغل. وطبعا زي ما قلنا التبريد بيطلع من هنا، هتلاقي هنا فتحتين تهويه، ممكن الكاميرا ما تجيبهمش عشان صغيرين، فتحتين تهويه من هنا، ودي طبعا فلات الشاشه بتاعته اللي هي بتعرض على الشاشه الصوره، ودي فلات البطاريه بتاعته انا ما خلعتهاش عادي يعني سهله في الخلع، وده سوكت الشحن بتاعه، وبرده هنا هتلاقي مكان الواي فاي لو انت عايز تتاكد من كارت الواي فاي، ده كارت الواي فاي بتاعه، يعني هنا كارت الواي فاي، هنا الاس اس دي، هنا الرامات، هنا اضافه هارد تاني، هنا البطاريه بتاعته سهله جدا برده، وده مكان الشحن بتاعه. الميزه في اللابتوب ده ان حاجته سهله جدا، يعني انت ممكن تغير هارد تغير رام تغير بطاريه، حتى الفانات دي بتتشال بسهوله جدا، وكمان كارت الواي فاي، كمان سوكت الشحن بتاعه حتى لو اتكسر هتلاقي برده دي السوكت بتاعه هترفعه كده هيبقى سهل برده في تغييره، ده اسهل لابتوب في الفك والتركيب، مش هيدلعك في حاجه، بس الفكره ان انت تلاقي المسامير بتاعته. كمان السماعات بتاعته زي ما انت شايف كده ماشيه في السلك ده كده، ادي السماعتين اهم، يعني حتى لو لا قدر الله السماعتين بتوعك باظوا هتخلعهم كده وتركب السماعتين بتوعك بكل سهوله، يعني مش هيتعبك كمان في الفك والتركيب او ان انت تغير في اي حاجه. بس طبعا دي عايزه حد قلبه جامد شويه ويحاول يفك البطاريه وهو شغال في اللابتوب عشان ما يبوظش حاجه فيه. طبعا الكفر بتاعه زي ما انت شايف كده كفر كله معدن مش بلاستيك، والباقي ده زي ما قلنا كربون فايبر ان هو راكب فيه اللابتوب، وكمان الظهر بتاعه موجود من المعدن. هنقفل اللابتوب تاني ونبتدي نجرب عليه العاب وبرامج هندسيه، وبرضه عشان نشوف اداؤه عامل ازاي.
ازاي. زي ما انت شايف كده بتدوس على هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكفر بتاعنا ركب. اول حاجه هنركبها هما الاتنين اللي في النص عشان ما ننساهمش كده، بسم الله. هنبتدي نشغل اللابتوب تاني، وبرده هنشوف اداؤه في الالعاب عامل ازاي والبرامج الهندسيه. نزلنا عليه اوتوكاد وفوتوشوب وكمان الالستريتور وال3 دي ماكس، وشغلنا الاربع برامج مع بعض وشوفنا ادائهم عامل ازاي. ما شاء الله شغالين كويس جدا بكل سلاسه. ادي الفوتوشوب شغال كويس جدا اهو، عملنا برده تصميم خفيف عليه من التصميمات بتاعه السوشيال ميديا بتاعتنا، وكمان فتحنا جنبه الالستريتور وكان شغال كويس جدا. بعد كده سيبناهم مفتوحين وفتحنا جنبهم الاوتوكاد وفتحنا برده مشروع بسيط كده، وبرده كان اداؤه كويس. اللابتوب ما هنكش معانا واشتغل كويس جدا. بعد كده فتحنا اتقل حاجه ممكن تشتغل على اللابتوب ده، وكنا موصلين الشاحن اكيد. شغلنا عليه 3 دي ماكس وبرده كان شغال كويس جدا، ما هنكش معانا. وادينا فاتحين اربع برامج مع بعض وما شاء الله شغالين كويس جدا. دلوقتي جه ميعادنا بقى ان احنا نجرب عليه جيمز، وجبنا لعبه اسمها سبايدر مان بقى لنا فتره بنجرب بيها. لعبه تقيله جدا ومنتشره في السوق. شغلنا اللعبه وعملنا الاعدادات على الفئه المتوسطه، ما علناش على الاخر برده، ما وطيناهاش على الاخر عشان برده نشوف اداء اللابتوب عامل ازاي. شغل معانا اللعبه بس طبعا مش احسن حاجه. انصح برده ان انت لو تحاول تقلل الجوده شويه، تخليها تحت المتوسط سنه عشان برضو تدي لك اداء كويس في اللعبه. وكمان ما تهلكش اللابتوب، ما تضغطش عليه جامد جدا طول ما هو بيشغل اللعبه. حاول تشغلها على اقل اعدادات بحيث انها تعرف تلعبها وتكون ما تضغطش على اللابتوب. ودلوقتي جه ميعادنا ان احنا نقول عيوب ومميزات اللابتوب ده. اول حاجه هنقولها هي عيوب اللابتوب ده. عيوب اللابتوب ده ودي برضو تعتبرش عيب، هم برضو عاملين لك مساحه كبيره للكيبورد، كان ممكن يحطوا او يعملوا ديزاين تاني ليه يكون الكيبورد بتاعه كامل فيه ارقام في الجنب، ودي كانت هتفرق جدا في مبيعات اللابتوب ده. معظم الناس ما بتحبش اللابتوب ده عشان الكيبورد بتاعه مش كامل، هم بيحبوا الارقام اللي في الجنب عشان بيستخدموها كتير. وكمان التاتش باد بتاعته لو تكبر شويه كمان صغيرين عشان شكلها صغير قوي. في الموديلات اللي هي ال 55 50 وال 60 ده اللي معانا ده 55 20 كبروا حجم التاتش باد بقت كبيره جدا، يعني بقت حوالي ضعف دي، وبقى ادائها كويس جدا. فالافضل كانوا كبروها حتى سنتي من هنا وسنتي من هنا، كان برده هتدي شكل جامد لللابتوب. كمان الكاميرا بتاعته من تحت، ودي لو انت بتعمل زوم ميتنج او اي حاجه هتلاقي الكاميرا جايبه رقبتك من تحت، ودي برده مش تديك احسن صوره. في الموديلات اللي بعد كده اللي هي 55 30 و40 في منها نسخ نزلت الكاميرا بتاعتها من فوق، ودي برده الناس اللي بتهتم بالكاميرا قوي او فارق معاهم ان تكون الكاميرا موجوده فين. كمان مخارج اليو اس بي مش كتير، وفي مخرجين بس يو اس بي، وممكن طبعا تطلع من التايب سي ده مخرج تاني. ده غير ان شاشته مكلفه جدا لو حبيت تغيرها، وممكن صعب تلاقيها، ممكن تغير نص بس طبعا الشاشه العاديه هتلاقيها في رينج 2500 جنيه الى 3000 جنيه. النص ده هتلاقيه برده في رينج 4 ونص لو لا قدر الله اتكسر منك، بس برده النص متوافر وممكن تشتريه عادي، وفرقه عن الشاشه حوالي 1000 جنيه و1500 جنيه، فبرده مش رقم كبير. برده من ضمن عيوبه عيوب البصمات الكتير، ان انت الحته دي كلها بتبصم زي ما انت شايف كده كلها بصمات، فانت محتاج كل شويه تنظف اللابتوب. لو ايدك بتعرق كتير محتاج كل شويه تنظف اللابتوب عشان شكلها مش بيبقى احسن حاجه، واللابتوب مليان بصمات كده. عيب كمان وده مش كل الناس هتعرفه، ان سماعات صوتها عالي جدا، ودي لو انت فضلت تشغلها بطريقه مستمره على اعلى صوت دي السماعات هتبوظ منك، لان هم حاطين فيه سماعات قويه جدا اعلى من اي لابتوب في الفئه السعريه بتاعته، ودي عشان تشغلها بصوت عالي على طول مش هتستحمل معاك وهتبوظ منك، خصوصا اللي فيه برامج بتعلي الصوت 1000%، فدي مش هتستحمل معاك حتى 200%. اول ما تعلي الصوت على الاخر هتلاقي السماعات ضربت معاك، ودي هتلف عليها شويه وهتلاقيها غاليه من 700 الى 1000 جنيه. مميزات اللابتوب ده بقى طبعا فيه مميزات كتير جدا زي ما فيه عيوب فيه مميزات. مميزات اللابتوب ده ان هو رفيع جدا وشكله حلو، والشاشه بتاعته فريمليس، ودي طبعا مش موجوده في الفئه السعريه دي خالص. وزنه خفيف جدا، وكمان تبريده قوي، في مروحتين، وكمان في كارت شاشه خارجي بحجم 4 جيجا، في زرار بيبين شحن البطاريه قد ايه، ودي برده مش موجوده في كل اللابتوبات، دي برده هي ميزه مش قوي بس برده بتنفع. كمان الميزه في اللابتوب ده ان صوته عالي قوي. طبعا انا قلت من شويه ان انت ما تعليش السماعات للاخر، ممكن تخليها لحد 80 او 85% تديك برده صوت عالي وصوت كويس. كمان الميزه الكبيره في اللابتوب ده ان هو خامته من المعدن ولونه من السيلفر، ودي حاجه شكلها جامد جدا. لابتوب رفيع لونه سيلفر، في مروحتين، في كارت شاشه، كل دي مميزات بتخدم اللابتوب ده او تخليه ينجح في الفئه السعريه بتاعته. ودلوقتي جه ميعادنا ان احنا نقول متوسط سعر اللابتوب ده. متوسط سعر اللابتوب ده من 16000 جنيه الى 19000 جنيه، طبعا على حسب الرامات والهارد اللي فيه، اذا كانت 16 او 8 او 32، والاس اس دي بتاعه سواء 256 او 512، طبعا ده هيفرق في السعر سواء في هارد او هاردين. بس احنا بنقول متوسط السعر الحالي طبعا عند التجار، سواء انت بتشتريه من تاجر شارك كميه كبيره او عنده سعر كويس او سعره نزل
نزل في السوق بسبب طبعا العمله او مدى انتشاره. بس اللابتوب ده مش منتشر قوي، يعني كل ما ينزل عند اي مستورد مش هتلحق تشوفه، حتى بيتباع اول باول. انت لازم تدور عليه شويه لو انت عاجبك شكل اللابتوب او مهتم بالتفاصيل بتاعته. وبكده تكون حلقتنا خلصت، ويا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. واستنوني في حلقه جديده من ميجا ستور، وما تنسوش اللايك بتاعكم والاشتراك عشان تدعموني اقدم محتوى تاني بخصوص اللابتوبات اللي صارت خارج. كان معاكم احمد من ميجا ستور، اشوفكم في الحلقه الجايه على خير.